اهلا بيكم في قناه جولدن ايرا موفيز. فيلم الليله هو فيلم بريف هارت. الفيلم ده انتاج 1995 وبطوله واخراج وانتاج المبدع ميل جيبسون، وبتشاركوا البطوله صوفي مارسو. الفيلم ده بتبتدي احداثه سنه 1280 بعد الميلاد في احدى قرى اسكتلندا اللي كانت واقعه تحت التاج البريطاني، وكان ملك اسكتلندا نفسه مجرد صوره للحكم الانجليزي وللملك ادوارد. القريه دي كان فيها مالكوم والاس بيمتلك شويه اراضي وعنده ولدين، الكبير جون والصغير ويليام. وفي مره كينج ادوارد دعا نبلاء المنطقه دي في اسكتلندا عشان يتفاوضوا، وغدر بيهم كلهم وشنقهم. وابو ويليام واخوه راحوا يعرفوا اخبار الاجتماع ايه، وويليام مشي وراهم لحد ما راحوا لقوا كل الناس مشنوقه. ويليام شاف منظر اهالي القريه وهم مشنوقين. وبالليل كان مالكوم وبقيه رجاله القريه بيفكروا انهم لازم يروحوا يحاربوا ملك انجلترا ردا على غدره بيهم. وهنا ويليام الصغير كان نفسه يروح مع ابوه واخوه، لكن الاب رفض وقال له انا عارف انك عايز تحارب، لكن خليك في البيت، خد بالك من الارض وحيوانات المزرعه لغايه ما نرجع انا واخوه. وقال له حاضر. ومشي الاب والابن، وفضل ويليام في المزرعه وكان بيلعب مع صاحبه هيمش، ولد شعره احمر لكنه طفل ضخم، وكان باين قوي ان ويليام بيعرف ينشن بالحجر كويس. تاني يوم ويليام صحي الصبح لقى ناس جايه من بعيد ومعاهم جثه ابوه واخوه جون اللي قتلهم رجاله كينج ادوارد في الحرب. ودخل ويليام يشوف ابوه واخوه هم بيتحضروا للدفن. وبعد ما رسم الدفن بنوته جارته ادت ورده. وشويه وبيوصل عمه ارجيل اللي بيعزيه وبياخده معاه يعيش في بيته، والولد وافق بالعافيه. وبتيجي الصوره في لندن بعدها بسنين على كينج ادوارد وهو بيجوز ابنه البرنس لبنت ملك فرنسا اللي هو عدوه اصلا. وكان الملك عارف ان ابنه ملوش في الجواز، وده كان باين قوي لما الامير باس عروسته من خدها، كان صاحبه بيبص عليه بغيره. طبعا كينج ادوارد كان عارف كل حاجه. وبتيجي الصوره على كينج ادوارد وهو مجتمع برجالته عشان يتناقشوا في الحكم، وبتدخل عليه زوجة ابنه الاميره ايزابيلا وبيقول لها امال الامير فين؟ انا بعت طلبته. ردت عليه وقالت له انه هو بعتها مكانه، ولو مش عايزني يا مولاي احضر الاجتماع انا ممكن انسحب. رد عليها الملك وقال لها لا، لو هو عايزك تمسكي الحكم من بعدي فمفيش مشكله، اقعدي وتعلمي. وبيقول للقاده بتوعه ان مشكله اسكتلندا ان كلها اسكتلنديين. وبعد ما ضحكوا على الافيه رد هو بصرامه وقال لهم احنا نحيي عاده البريما نوكتي تاني، ودي معناها ان اي بنت من العامه هتتجوز فمن حق الجيش الانجليزي ممثل في حاكم المدينه الانجليزي انه ياخد العروسه دي لفراشه قبل دخلتها على زوجها. وبعد فتره هيبقى كل بيت فيه دم انجليزي ويبطلوا يثوروا ويبطلوا ياخدوا اراضي جديده. كل ده والاميره واقفه وسامعه النقاش ومستغربه من الملك المفتري ده. وبتيجي الصوره على ادنبرا على اجتماع مجلس نبلاء اسكتلندا، ومنهم اللورد ومنهم الفارس روبرت الروس اقوى المنافسين على عرش ملك اسكتلندا. بتيجي الصوره على ويليام والاس بعد ما كبر ورجع قريته القديمه تاني، وكان اليوم ده زفاف شاب وبنت من القريه. ودخل ويليام عليهم الفرح وشاف صحابه ومنهم هيمش الولد الضخم اللي كان بيلعب معاه زمان، شاف البنوته القمر اللي كانت بتحبه واللي ادته ورده قبل ما يسافر زمان مع عمه، واندمج معاهم كلهم في الرقص واللعب لغايه ما جالهم الحاكم الانجليزي للمنطقه وقال لهم باعتباري انا ممثل لملك انجلترا فانا ليا الحق انني اقضي اول ليله في الزواج مع العروسه عشان ابارك زواجها. طبعا اهالي القريه هاجوا وحراس الجيش رفعوا سيوفهم وكانت هتقلب مجزره، لكن العروس قررت ان هي تروح مع حراس الملك عشان تقصر الشر وهي ليله تفوت ولا حد يموت. في اللحظه دي كانت مارون اللي بتحب ويليام وويليام بيحبها، كان في حد من جنود الحاكم بيبص عليها جامد وواضح ان هي عجباه، وده اللي هيجرنا كلنا وهيجبر التاريخ على انه يذكر بطولات ويليام والاس. المهم بالليل عدى ويليام على خيمه مارون يستأذن ابوها في انه يتكلم معاها شويه، وابوها رفض، لكن هي جريت نطت وراه على الحصان وسرحوا في الغابه وقعدوا يسترجعوا ذكرياتهم سوا. وعرف منها انها مش بتعرف تقرا وتكتب، وهو وعدها ان هو هيعلمها، وانه بيتكلم لغات كتير منها الفرنساوي والايطالي. وقعدوا يحلموا ان هم يستقروا وهو يشتغل في مزرعته ويتجوز ويجيب اولاد. وفي اخر اليوم وصلها لكوخ اهلها واداها المنديل القديم بتاعها واللي جواه الورده اللي كانت ادتها له يوم وفاه ابوه واخوه قبل سفره مع عمه بره القريه، عشان يقول لها انه كان فاكرها كل الوقت ده وانه بيحبها زي ما هي بتحب. وتاني يوم عدى عليه ابو مارون وشويه رجاله من القريه عشان يدعونه لاجتماع سري عشان يشوفوا حل مع الانجليز والملك، لكن ويليام رفض وقال لهم انه رجع عشان يعيش في سلام في مزرعته ويتجوز ويخلف. وكان رد ابو مارون انه من هنا ورايح ما تكلمش بنتي ولا تيجي ناحيه الكوخ بتاعنا مادام انت مش قد المسؤوليه. واتكررت فسحهم سوا من ورا اهلها وبعلمها لغايه ما طلب منها الجواز. وفعلا هربت بالليل مارون من بيتها وراحت لويليام عشان يتجوزوا في السر قدام الكاهن عشان جنود الانجليز ما ياخدوش العروسه منه اول ليله. فعلا اتجوزوا في السر، محدش كان عارف غير الكاهن بس. وفي مره وهم في السوق ويليام بيعاكس مراته من بعيد
بعيد شاف جندي انجليزي بيبص على مارون وبيمشي وراها، وهي اخدت بالها وحاولت تهرب، لكن العساكر عملوا عليها كماشه واخدوها في خيمه عشان يغتصبوها، وهي قاومت وعضت الجندي ده لدرجه انه ضربها جامد. وهنا ظهر ويليام اللي ضرب الجنود وهربها على حصانه، لكنهم في الاخر مسكوا مارون واخدوها للحاكم الانجليزي اللي ربطها في شجره وقال للاهالي اننا كنا كويسين معاكم بس انتوا اللي هتخلونا ناذيكم، وعقاب البنت دي اللي ضربت احد جنود الملك هو الذبح. وقام جاي مطلع سكينه وذبحها قدام القريه كلها ومسح دمها في منديلها بتاع ويليام، وقال انا دلوقتي مستني الهارب اللي ضرب بقيه جنودنا يجي يسلم نفسه لينا في الحصن عشان خاطر نعفو عنه. وفعلا بتيجي الصوره على ويليام وهو رايح على حصانه يسلم نفسه للانجليز، وهو رافع ايديه لغايه ما قرب من حراس الحصن، وابتدت العركه وقتل 1 و2 و3، ورجاله القريه ابتدوا يظهروا وابتدوا يدبوا في العساكر والعساكر تدب فيهم، لدرجه ان ابو هيمش اخذ سد في صدره، وابو هيمش ده انشف من ابنه كمان، لغايه ما قدروا يقتحموا الحصن ويوصلوا للحاكم اللي هو اصلا يبقى قريب ملك انجلترا، والعسكري بتاعه رمى سلاحه وهرب. وهنا ويليام قفش حاكم الحصن وربطه زي ما هو ربط مارون في الشجره وذبحه، واخد منديل البنت اللي كان الحاكم اخده منها بعد ما ذبحها. وهنا كلهم قعدوا يهتفوا باسم والاس، وبعد ما صفوا الحصن وقتلوا كل اللي فيه تيجي الصوره على مراسم دفن مارون زوجته وحبيبته، وبكى ويليام عليها وركع تحت قدم ابوها يطلب منه العفو عن تسببه في وفاة بنته واللي ما يعرفش انها كانت زوجته. وبتيجي الصورة بالليل على هيمش وهو بيحاول يعالج ابوه من السهم اللي اتضربه في المعركة، وكلهم خايفين من الراجل الكبير لا يقوم ياكلهم، وفعلا كووا الجرح وهو كمان ضربهم كلهم عشان يتفاجئوا باهالي القرية المجاورة وهم جايين ينضموا لعشيرة والاس في نضالهم ضد الانجليز. والاس بيقول لهم ارجعوا بيوتكم عشان هتتأذوا بسببنا. وهنا رد عليه واحد من العشيرة التانية وقال له انه بعد ما حرق الحصن وذبح مبعوث الملك مش هيبقى لينا بيوت اصلا، الانجليز هيحرقوا الاخضر واليابس بعد عملتكم المهببه دي. وفعلا انضموا لعشيره والاس وابتدوا يستهدفوا كل قلاع الانجليز وجنودهم في المنطقه. واول حصن كان اللي فيه ابن عم الملك المقرب واللي كان اغتصب عروسه القريه في الاول وخلى جوزها هو اللي ياخد بطار مراته من بعوث الملك. وبعد كده ويليام اطلق سراح باقي جنود الحصن عشان يرجعوا للملك ادوارد ويبلغوه رساله ان بنات اسكتلندا مش مستباحين من اي حد بعد كده، وان رجاله اسكتلندا مش هيرحموا اللي يقرب من نسائهم. وحرقوا الحصن وطار الخبر للملك ادوارد اللي كان في رحله، ورجع لقى ابنه الامير الطري قاعد ولامم اصحابه يسقفوا له وهو بيلعب بالقوس والسهم. ودخل كينج ادوارد وقال له انت عرفت ان المتمردين في اسكتلندا عملوا ايه؟ قال له عرفت. قال له طب هتتصرف ازاي بما انك هتبقى الملك بعدي؟ قال له ولا حاجه، والاس ده حرامي زيه زي اي حرامي وخلي الحاكم المحلي يقبض عليه. قام الملك ادوارد ظرف وقلم قدام مراته ووصفتها واصحابه وقال له والاس قتل الحاكم اللي بتتكلم عنه ده واعلن التمرد في كل اسكتلندا، وانت هنا قاعد بتلعب مع اصحابك. انا مسافر بكره فرنسا وانت هنا مسؤول عن حل المشكله دي وقمع التمرد ده، وحاول مره تتصرف كانك ملك واسترجل شويه. وهو بيمشي وبيتحايل على الاميره ايزابيلا زوجته انها تطيب خاطره، لكنه زقها ومشي، وهي من جواها مقهوره ان الشاذ الضعيف ده يبقى جوزها وبيحب اصدقائه الرجاله ومش بيقرب لها، لدرجه ان الوصيفه بتاعتها بتقول لها اتمنى ان جوزك يروح يقابل والاس يقتله عشان نخلص من البلوه دي. وبتيجي الصوره على الفارس روبرت تروس احد نبلاء اسكتلندا وهو بيقول لابوه المريض ان التمرد بدا في اسكتلندا واننا لازم ناخد صف اهل بلدنا. وهنا ابوه بيعنفه وبيقول له ان ولائنا لملك انجلترا احسن ومصالحنا معاه اكتر، وان في يوم من الايام انت هتبقى حاكم اسكتلندا من بعدي والممثل لملك انجلترا، وده احسن لك لاننا ما نقدرش نحارب جيش الملك ادوارد. وكان روبرت من جواه حاسس ان ابوه موالي الملك انجلترا، وكان ابوه السير روس مريض بالجذام يعني على شفا الموت. وكانت خطة الأب إن الابن يندمج مع المتمردين، والأب من ناحية تانية بيكسب ود ملك إنجلترا. ولما الأب لقى الابن بيتكلم بانحماس قوي عن والاس وإنه مش نبيل ولا فارس بس بيحارب بقلبه والرجالة كلها بتسمع كلامه، فضحك الأب وقال له أنت عايز تبقى معاه؟ فالابن رده قال له طبعا. وهنا الأب قال له أنت الابن ال16 للعيلة دي في اسكتلندا، وعندنا قصور وأراضي كتير هدايا من إنجلترا عشان عمرنا ما كنا ضد الإنجليز. وإيه رأي باقي نبلاء اسكتلندا بقى؟ قال له بيتكلموا بس. قال له ما ده طبيعي عشان هم كل ثرواتهم من التاج البريطاني، لو هم عملوا زيك كده هيتاخد منهم كل حاجه، انت بس معجب بوالاس عشان شجاعته. بس خد بالك ان الملك ادوارد هو اشرس شخص على الاطلاق هتقابله، يعني التمرد ده هيتفض بسرعه وبقسوه شديده، والمتمردين دول هتلاقي جثثهم متعلقه في كل ابراج حصون انجلترا في العالم كله عشان يبقوا
عبره لغيرهم. وبتيجي بعد كده الصوره على امير انجلترا وصاحبه ومعاهم زوجته الاميره ايزابيلا ووصيفتها اللي حكت لها كل المعلومات عن والاس، وانه بيحارب الانجليز عشان قتلوا مراته اللي اتجوزها في السر عشان ما يشاركهاش فيه واحد انجليزي، وان الانجليز حاولوا يعملوا له كمين ونبشوا قبر زوجته لكنه دخل دبح فيهم كلهم واخد جثه مراته ودفنها في مكان سري. وهنا طبعا الاميره ايزابيلا جواها قارنت بين راجل زي ده وزوجها الامير اللي مش بيقرب لها ومقضيها مع اصحابه الرجاله. وبتيجي الصوره على والاس ورجالته وهم بيشوفوا هيعملوا ايه ويحاربوا الجيش الشمالي ازاي اللي ابتدى يتجه ناحيتهم. فجاه بيلاقوا 2 متطوعين مجانين من ايرلندا جايين يطوعوا في جيش والاس، وابتدت خطط الخيانه تظهر. والراجل الايرلندي ده حمى ظهر والاس من كمين كان معمول له وهو بيصطاد. وشويه والاخبار بدات توصل ان الجيش الشمالي بيجتاح كل القرى في طريقه لهنا عشان يقضي تماما على التمرد وان عددهم ضخم جدا. ووصل جنود الجيش الانجليزي قدام جيش اسكتلندا اللي هو عباره عن شويه فلاحين وشويه نبلاء، وبالتالي النبلاء دول هيتفاوضوا وينسحبوا وياخدوا مكافئتهم. وفعلا الفلاحين الغلابه دول ابتدوا ينسحبوا لغايه ما لقوا والاس ومعاه جيش ورجالته بيوقفوهم، وهو بيقول لنبلاء اسكتلندا انا جاي انضم لجيش اسكتلندا والاقي الجيش بلادي مش ليكوا انتوا. وهنا رد عليه الفلاحين واحنا جايين ندافع عن بلدنا مش عن شويه النبلاء دول. وابتدى نبلاء اسكتلندا يتفاوضوا مع قائد الجيش الانجليزي في شروط انجلترا للهدنه، لكن اخونا والاس اتدخل وقال لهم واحنا كمان عندنا شروطنا انكم تنسحبوا من الارض دي دلوقتي وانتوا راجعين تقفوا عند بيت تعتذروا فيه عن 100 عام من الاحتلال والقتل والاغتصاب، وبكده نعيش سوا في امان، والا مش هترجعوا من الحرب دي النهارده. وطبعا بعد ما هزق قائد الجيش الانجليزي كده الدنيا ولعت، وكان في دماغه خطه صايعه انهم يفهموا الانجليز ان نبلاء اسكتلندا هينسحبوا برجالتهم وهيعملوا عليهم كماشه. وفعلا الخطه نجحت ووالاس قطع رقبه قائد الجيش الانجليزي عشان يبعتها لملك انجلترا. والناحيه الثانيه بعد الحرب مجلس نبلاء اسكتلندا اجتمعوا ونصبوا والاس كفارس نبيل واسمه السير ويليام والاس، وهو كمان كرم رجالته والقاده بتوعه. وكالعاده ابتدى النبلاء يتخانقوا مع بعض في وجوده على مين احق بالحكم في اسكتلندا، عيله فلان ولا عيله علان، لغايه لما انتبهوا على صوت والاس وهو بيقول لهم ان الانجليز اتهزموا النهارده بس عشان اتوحدنا، انما بخلافاتكم دي بكره الانجليز هيجي يعلقوكم على المشانق. طب وانت هتعمل ايه؟ قال لهم انا هروح احارب الانجليز على ارضهم. فضحكوا عليه وقالوا له ازاي؟ قال لهم انتوا بتتخانقوا على فتات ملك انجلترا وناسين اهم حاجه ان الشعب ده هو اللي وهبكم الالقاب وانتوا دوركم تحققوا الحريه للشعب ده. وسابهم وخرج وجري وراه السير روبرت اللي كان معجب بيه جدا وقال له ما تزعلش من الناس دي عندها قصور واراضي خايفه عليها لكن انا معاك في اي حاجه هتعملها. تيجي الصوره بعد كده على ويليام والجيش بتاعه فعلا رايحين قلعه يورك مركز الجيش الانجليزي في الشمال ويحاصروا القلعه، وبعدين بيقدروا يقتحموها بعد حرب شرسه وبيهزموا الجيش الانجليزي. ومن ناحيه تانية الملك ادوارد جاي من السفر وابنه قاعد ميت من الخوف لان ابوه هينفخه، وقاعد صاحبه جنبه يقول له ما تخافش منه وقول له كذا وقول له كذا. ودخل كينج ادوارد سلم عليهم وبيقول لابنه ايه اخبار الشمال؟ رد عليه قال له احنا بعتنا جواسيسنا تجمع معلومات وعملنا تعبئه للجيش كمان. رد الملك ادوارد وقال له انت ما تعرفش ان نيويورك سقطت في ايد والاس والمتمردين؟ وهنا دخل حارس الملك الخاص ومعاه صندوق وبيقول للملك الطرد ده جاي من الشمال ومعاه رساله، ويفتحوا الجره لقوا راس امير يورك اللي قطع والاس راسه في الحرب في الشمال وبعتها للملك. والامير اول ما شافها كان هيغمى عليه. وهنا صاحب الامير حاول يتكلم قام جاي الملك ادوارد رميه من شرفه القلعه وقع ميت. وهنا حاول الامير يقتل ابوه بالسكينه طبعا على حزنه على صديقه اللي مش مفهومه قوي علاقتهم ببعض. طبعا الملك ظرف ابنه حته قلم رماه على الارض وقعد يضربه بالشلاليت وقعد يقول له انا دلوقتي لازم اعمل هدنه مع الهمجي ده وابعت حد يتفاوض معاه ويرشيه، وطبعا انا لو رحت وقفشني في الحرب ممكن يقطع رقبتي انا كمان. طبعا لو بعتك انت شاب شكلك الخرع ده هيشجعه على انه يجي يحتل القصر ده نفسه. وبتيجي الصوره على والاس نايم وبيحلم بحبيبته ورجالته بتنادي عليه ويقولوا له ان مبعوث الملك ادوارد للسلام وصل بنفسه ومستنيك في خيمته. ويروح والاس للخيمه عشان يتفاجئ بالاميره ايزابيلا هي مبعوثه الملك للسلام، وبيتكلم معاها في حضور وصيفتها والمساعد الشخصي للملك. وهي بتقول له انت احتليت يورك وقتلت ابن عم زوجي وابن اخو الملك. قال لها وانت عارفه ابن عم الملك ده قتل كام شخص واغتصب وشرد كام الف؟ فبيرد عليها مساعد الملك بالايطاليه وبيقول لها سيبك منه ده كذاب. فرد عليه والاس بالايطالي وقال له انا مش كذاب انما انت والملك بتاعك اللي كذابين، ولا تحبي اقولها لك بالفرنساوي؟ قام عايد نفس كلامه بالفرنساوي. وهنا ايزابيلا امرت الحرس كلهم انهم يسيبوا الغرفه وقالت له انا عارفه انت بتعمل كده عشان صاحبتك اللي ماتت. قال لها دي كانت زوجتي وانا اتزوجتها في السر عشان ما يشاركنيش فيها لورد انجليزي بامر من الملك بتاعك.
وهم قتلوها عشان يوصلوا لي. وهنا هي اتصدمت من الكلام وعرضت عليه تاني الاوفر بتاع الملك والذهب والقاب، وبتقول له ده تمن الصداقه والسلام. فرد عليها قال لها لا، ده تمن استعبادي، وسابها ومشي بعد ما حس بان هي صادقه، وهي كمان حست فيه بالرجوله والشجاعه، طبعا زيها زي اي ست قارنت بيه بينه وبين المعدول اللي متجوزاه. ترجع ايزابيلا من مهمتها عشان يستقبلها الملك ادوارد ومجلس الحرب عشان تحكي لهم اللي دار. وتتفاجئ لما بتعرف ان الملك امر بحشد قواته من كذا جهه عشان تلف ورا جيش والاس وتحتل ادنبرا نفسها. وبتتفاجئ اكتر لما بتعرف ان الحشود دي كانت واخده امر بالتحرك من قبل ما هي تقابل والاس، بمعنى انه كان عاملها طعم لوالاس، وان الخدعه دي لو كانت اتكشفت كان احتمال والاس يخلص عليها هي اصلا. طب انت ايه رايك فيه لما اتكلمتوا على انفراد كدبت عليه وقالت له ده شخص همجي يا مولاي لا يرقى لذكائك وعظمتك، وهو طبعا عارف انها بتضحك عليه، وهو حس ان والاس عجبها. بعد ما خرجت بعتت وصيفتها برساله سريه لوالاس بتقول له فيه على الكمين اللي منصوب لهم. واول ما والاس قرا الرساله امر الرجاله جري بالتحرك من الحصن اللي هم محتلينه، ورجع جري على ادنبرا يطلب من نبلاء اسكتلندا رجاله وسلاح، لكنهم كانوا خايفين. وسير روبرت اخده على جنبه ووعده انه هيحاول يساعده. ورجع سير روبرت لابوه عشان يقول له اللي حصل، ولابوه بيقول له ما تاخدش رهان خسران، وكده كده ادوارد هيخلص على والاس بالموت بقى، بالخيانه، بالرشوه، بس الاكيد ان الملك هيخلص عليه. في الاخر اسمع نصيحتي واعمل بيها. تيجي الصوره على والاس وجيشه قدام الملك ادوارد شخصيا برجالته، وهامش بيقول له والاس امال فين سير روبرت روس ما جاش ليه؟ ورد والاس قال له هيجي ما تقلقش. وادوارد بيقول للمساعد بتاعه ابعت الايرلنديين المتحالفين معانا اول الحرب خليهم يدبوا في بعض. وابتسم قوي للفارس المقنع اللي واقف جنبه، وابتدت الحرب بان جيش ايرلندا داخل على جيش والاس، ولما وقفوا قدام بعض اخدوا بعض بالحضن. وهنا بانت الخدعه اللي عملها والاس مع الايرلنديين، وشاور والاس للنبلاء ان هم يدخلوا التكتيك اللي مخططه والاس، لكنه اتفاجئ بخيانتهم وانهم بياخدوا رجالتهم وبينسحبوا. وهنا ضحك ادوارد وقال للمساعد بتاعه ان النبلاء سلموه المعركه بشويه امتيازات واراضي انعمت بها عليهم، والجيش بتاع والاس بقى لوحده كده خالص بعد ما نبلاء اسكتلندا باعوه. وبقت خسائر والاس فظيعه لغايه ما ادوارد امر رجالته برمي السهام على الجيشين بتاعه وبتاع والاس عشان يخلص منهم كلهم او يخلص على اكبر عدد من جيش والاس. وفعلا والاس اتصاب بسهم في صدره، ولما شاف الملك ادوارد وحشيته ماشيين عشان خلاص هما كسبوا الحرب كده، جري والاس وراه بالحصان حاول يقتل الملك، لكن حرس الملك شاوره للفارس الملثم انه يوقف والاس ويحمي ملك انجلترا. فعلا الفارس الملثم قدر يوقع والاس من على حصانه، لكن والاس مسكه ولسه هيذبحه بيكشف وشه لقاه السير روبرت روس صديقه، واللي ابوه اقنعه انه يبيع والاس عشان ياخد رضا ملك انجلترا. بيع والاس من الصدمه، وبيحاول رجاله الملك يرجعوا يقتلوا والاس بعد ما وقع على الارض، لكن سير روبرت قدر يهربوا منهم مع واحد من رجاله والاس، يعني بايعه وخاينه وفي نفس اللقطه بيحميه من القتل. بتيجي الصورة على رجالة والاس وجيشه وهم مليانين إصابات وناس كتير منهم ماتت. ورجع سير روبرت على أبوه بيقول له أنا سمعت كلامك وبعت والاس ورجالته مات كلها في الحرب بسبب خطتك دي عشان تحمي أملاكك. قال له لا، وأنت كمان أخدت أراضي ونفوذ بعد ما اتحدت مع ملك إنجلترا. قال له بس أنا خنت صديقي وخنت الراجل اللي كان بيحارب بشرف. قال له ولا لي لازمة الكلام ده، تحالفك مع إنجلترا هيفتح لك أبواب الملك كلها. واتخانق روبرت مع أبوه ومشي. وبتيجي الصورة على والاس وهو بينتقم من النبلاء اللي خانوه وأخدوا جيشهم وانسحبوا في وسط المعركة. واحد منهم دخل عليه والاس بحصانه جوه اوضه نومه وقتله بمطرقه حديد ونط بالفرس بتاعه في النهر. تيجي صوره تانية على باقي النبلاء بياكلوا عند روبرت وبيسالوا هو صحيح مولاي مات كده؟ وفعلا الوالاس اللي قتله. فجاه بتقع عليهم جثه لوكلان خاين تاني كان في المجموعه معاهم. وبتيجي الصوره بعد كده على الملك ادوارد وهو بيفكر هو ورجالته نخلص من الجدع ده ازاي، لغايه ما ادوارد قال احنا نبعت الاميره ايزابيلا تفاوضوا على هدنه ونعمل له كمين من غير ما هي تعرف. فبيرد الحكيم الخاص بيه وبيقول له يا مولاي والاس خطير وممكن يقتلها. فرد عليه ادوارد وقال له في الحاله دي نضمن ان فرنسا تنضم معانا في حربنا ضد اسكتلندا. لكن من ورا الستاره كانت وصيفه ايزابيلا بتسمع كلامهم كله، جريت جري نقلته للاميره اللي بعتت حذرت والاس من كمين هيتعمل فيه. وبتيجي الصوره على مكان لقاء الهدنه، بيروح والاس فعلا ورجالته، لكنهم بيحرقوا الخيمه اللي كان رجاله ادوارد مستنيينه فيها. وبالليل بيتسلل والاس خلصة لخيمة إيزابيلا عشان يشكرها ويسألها انتي بعتي حذرتيني مرتين، ممكن أعرف انتي بتساعديني ليه؟ وفجأة بقت في حضنه وقضوا مع بعض ليلة لطيفة جدا، وكان واضح جدا انها فعلا بتحبه. بتمر الأيام وبيظهر المرض الشديد على الملك إدوارد لدرجة انه ما بقاش قادر يتكلم خالص،
ومن ناحيه تانية برضو ابو سير روبرت مريض الجذام ابتدى المرض يشتد بيه جامد. من ناحيه تانية بيبان ان ايزابيلا بتحب والاس قوي وفرحانه قوي، وبتيجي الصوره على احد نبلاء اسكتلندا وهو بيحاول يقنع والاس انه يجتمع بالنبلاء كلهم في ادنبرا عشان يقسموا الولاء ليه ويحاربوا وراه تاني. والاس بيقول له وانا اصدقكم ليه واثق في مين فيكم؟ فرد عليه وقال له سير روبرت روس بعت لك المنديل بتاعك اللي كان وقع منك في المعركه. وبيحاول اصحابه يقنعوه ان اللقاء ده كمين، وهو بيقول لهم ان روس لو كان عايز يقتله كان قتله في الحرب مش هربه زي ما عمل، واحنا حلنا الوحيد ان جيش النبلاء ينضم لينا عشان نقدر نحارب ونكمل مشوارنا لاخره. في الاخر احنا مش هنقدر نعمل كل حاجه لوحدنا. في الاخر هيمش زعق فيه وقال له انت مش شايف الكمين ده؟ انت هتموت. وضربه من غيظه وسابه ومشي. وبتيجي الصوره على نبلاء اسكتلندا مع سير روبرت روس مستنيين والاس لما يجي، وفعلا والاس بيوصل وبينزل روس بنفسه يستقبله، لكنه ما كانش يعرف ان ابوه هو اللي عامل الكمين لوالاس. في لحظه كان جنود ادوارد ظهروا من العدم وضربوا والاس، وحاول روس يحميه، اتضرب معاه واتقبض على والاس واتاخد لانجلترا. وطلع روس جري على ابوه وزعق فيه انت راجل خاين. قال له ده تمن عرشك، انا اتفقت مع ملك ادوارد وبعدين انت زعلان قوي ومتفاجئ كده ليه؟ انت من جواك كنت عارف ان ده هيحصل. وشتم روس وقال له يا ريتك تموت واخلص منك. وبتيجي الصوره على والاس وهو مقبوض عليه وبيتحاكم، والقاضي بيقول له انت اعترف انك مذنب وهتموت موته خفيفه. ولما رفض حكم عليه القاضي باعدامه بكره الصبح. وبتيجي الصوره بالليل على ايزابيلا وهي رايحه لوالاس الزنزانه، وبتؤمر الحراس انهم يخرجوا ويسيبوها معاه في الزنزانه، وجاي تتحايل عليه انه يعترف ويطلب العفو، والملك هيوافق على سجنه بس. لكن والاس بيقول لها انه لو انا اعترفت بكده هبقى كفرت بكل مبادئي. لما يأست من ان هي تقنعه بطلب الرحمه من الملك، ادته حبايه سم وحطتها في بقه وبسته في شفايفه بوسه طويله عشان تطمن انه بلع حبايه السم فعلا. واول ما خرجت هو بصق ريقه تاني عشان يطرد السم من بقه، وهي سابته وراحت غرفه الملك ادوارد عشان تتوسل لمنح العفو عن والاس. وطبعا جوزها الامير بيضحك بهبل من طلبها، وفي نفس الوقت الملك ادوارد رفض، وبالرغم من انه فقد القدره على الكلام لكنه لسه غليظ وقاسي. وهي قالت له حتى وانت على فراش الموت مش قادر على العفو والصفحه عن الناس. وقالت لجوزها طيب انت ممكن تعفو عنه، لكنه رد عليها وقال لها ان رغبات ابوه انه حتى لو مات فالمهم ان والاس كمان يكون مات. وهنا وطت ايزابيلا على ودان الملك توشوشه وتقول له انت فاكر انك قضيت على والاس؟ لعلمك انا حامل، وطبعا مش من ابنك الشاذ الضعيف ده. عايز تعرف انا حامل من مين؟ انا حامل من والاس، وابنه هيقعد مكانك بعد موتك وبعد ما اموت ابنك قريب قوي على عرش انجلترا. وسابته وهو بينفخ من الغضب ومش قادر يتكلم، وابنه بيبص له ومش فاهم فيه ايه. وبتيجي الصوره الاخيره على والاس وهو في زنزانته بيصلي، وبعدين ربطوه وسحبوه لتنفيذ الاعدام، والناس بترميه بالقاذورات لغايه ما اتصلب على ترابيزه الاعدام. وابتدى الجلاد يعذبه بالربط والاحبال والشد ورخيها عشان يعترف ويطلب الرحمه، لكنه صامد وساكت. وكان هيمش وصاحبه التاني متنكرين في وسط الناس عشان يشوفوه. وابتدت الناس تطلب الرحمه من تعذيب والاس، لكن هو بعد ما اصابوه في جزء مهم جدا من جسمه صرخ بكلمه واحده بس وهي الحريه. في نفس اللحظه دي كان الملك ادوارد مات، ودي كانت اخر حاجه يقولها والاس عشان تيجي الصوره على جثه والاس واصحابه بياخدوا منديل حبيبته مارون اللي رافقه طول عمره. وبتنتهي احداث الفيلم على كده، واشوفكم في فيلم جديد.